صور موقع هبة بريس. نستضيف الآن شخصية متميزة، شخصية كاريزمية أثارت الكثير، قيل في حقها الكثير. تسلق نقابيا من مستخدم إلى زعيم نقابة، ترقى سياسيا إلى أن صار ينافس على الأمانة العامة لحزب الاستقلال. دبر شأن المدينة وكتب في حقه الكثير. إنه حميد شباط الغني عن التعريف. نستضيفه الآن. يتهمه البعض بأنه خرج عن مألوف حزب الاستقلال في اختيار زعيم له. يتهم في حين يرى فيه البعض أنه ضخ دماء ديمقراطية للحزب. فأهلا وسهلا مجددا بالسيد حميد شباط. أهلا وسهلا ومرحبا. فاجأنا ترشحكم للأمانة العامة في آخر لحظة من الأيام المؤتمر. فما مرد سبب هذا المفاجأة، ولماذا الإصرار على ترشيح حميد شباط إلى رئاسة حزب الاستقلال؟ شكرا. وفي البداية دائما في كل محطة من المحطات تستحضر مرحلة، كل مرحلة ولها رجالتها. من طبيعة الحال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال ينعقد أولا في ظروف الحراك العربي، كذلك ينعقد بعد دستور فتح يوليوز 2011، قانون الأحزاب الجديد والتعديلات التي أدخلت عليه. هذه المسائل كلها تجعل حميد شباط نظرا للتدرج ديالو داخل حزب الاستقلال من كاتب دائرة إلى لجنة تنفيذية، وكذلك تجربته الحركة النقابية من كاتب مؤسسة إلى كاتب عام لنقابة الاتحاد العام الشغالين. تجربته خبرته في الحوارات الاجتماعية، كذلك في حل القضايا المطروحة على النقابة، وثم كذلك تجربة تدبير الشأن العام عن طريق التدبير الجماعي منذ 20 سنة داخل مدينة فاس. والتجربة الحمد لله كانت ناجحة بشهادة الجميع رغم الانتقادات، لأن الإنسان دائما لما يشتغل لابد أن تكون هناك انتقادات. وكذلك كما تنقول السيارة لما تكون داخل المستودع لا تمس، ولكن لما تخرج للتحرك لابد أنه في يوم من الأيام أنها تختش. ولهذا نحن نعمل والآخرون يلاحظون من طبيعة الحال. أنا دائما رجل أقبل النقد وأقبل النصيحة، ودائما في قلبي الأحداث. كذلك حميد شباط عنده تجربة ديال 4 ولايات مجلس النواب، ما لها من خصوصية، وخصوصا فيما يخص التشريع، فيما يخص التدبير على المستوى الوطني. إذا كل هذه التجارب حميد شباط يرى على أنه الرجل المناسب في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الحزب إلى قيادي محنك له تجربة، قيادي له علاقة مع المواطنين، ينصت إلى الجميع، ووجه إعلامي. وحميد شباط دائما متواجد في وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو الإعلام الإلكتروني أو على شاشات التلفزيون، لا بالنسبة للوطنية ولا بالنسبة للخارج، القناة العربية، قناة الجزيرة. إذا لابد من واحد الوجه اللي يكون عنده واحد العلاقة مباشرة مع المواطنين. وقلت أنه اليوم حزب الاستقلال لابد أنه يكون تعيش المرحلة ديالو، ما يكونش خارج التاريخ. إذا اليوم الديمقراطية الداخلية أصبحت مسألة حتمية ومفروضة. يمكن حزب الاستقلال ما خطاش هذه الخطوات قبل، كان عليه أنه يتربى على الديمقراطية الداخلية، لأنه التوافقات أحيانا وعادة التوافقات تكون على حساب الاستقلاليين وبالتالي على حساب الشعب المغربي. إذا الديمقراطية الداخلية اللي أعطتنا اليوم، وأن حميد شباط تقدم برنامج لعبارة عن تعاقد نتكلم عليه، اللي هو تعاقد ديال الأمين العام مع كل المؤسسات الحزبية ومع كل الاستقلاليين. والهدف هو الارتقاء من حزب الأشخاص إلى حزب مؤسسة. هذا هو حزب الاستقلال اللي تنعتبره ضمير هذه الأمة، واللي منذ 80 سنة وهو يقوم بأدوار طلائعية ويحسن تدبير المراحل الصعبة. إذا هذا البرنامج ديالي اللي هو مبني على مسائل موضوعاتية، بحيث اللجان اللي اشتغلت 14 لجنة داخل المؤتمر
كل عندها توصيات. عادة هذه التوصيات كانت تهمل وترمى في الرفوف، والأمناء العامون بالأخص في المرحلة الثلاث مراحل الأخيرة ما كانش يؤخذوا بهذه التوصيات. اليوم درنا واحد القاعدة اللي هي أولا تجميع كل هذه التوصيات سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية وما إلى ذلك. إذا درنا واحد تشريح للواقع اللي تعيش في الحزب، ودرت البدائل فيما يخص ارتقاء الحزب الاستقلال الى حزب المؤسسه، بدايه بمؤسسات اللجنه التنفيذيه اللي خص يكون فيها واحد التشارك حقيقي، واللي كل عمل جماعي عن طريق التفويض للاخوه اعضاء اللجنه التنفيذيه لانهم منتخبون من القواعد، وكل واحد في داخل اللجنه التنفيذيه الا ويجب ان يجد نفسه في مهمات معينه. هذه النقطه الاولى. هذا الخطوط العريضه للبرنامج. النقطة الثانية المؤسسات المجلس الوطني اللي اليوم في القانون الأساسي أصبح عندها رئيس وفي حاجة إلى نظام داخلي، اللي هذه المؤسسات نعتبرها شخصيا ستكون عبارة عن برلمان الحزب، هي التي تقرر واللجنة التنفيذية تنفذ، وهي اسم على مسمى. هذا ما كانش في نهائيا تنفذ. كذلك المجلس الوطني هو اللي تنشوف أنه يدرس الميزانية ديال الحزب بشقيها، هو اللي خصو ياخذ القرارات والاولويات فيما يخص التدبير المالي لحزب الاستقلال. كذلك المجلس الوطني خصو يكون عنده راي فيما يخص ممتلكات الحزب اللي اليوم غير مجمعه. اذا عده البرنامج ديال الحزب اللي لن يسبق الحزب الاستقلال ان عرف هذا النقاش الحاد في انتخاب زعامه الحزب كما حدث في المؤتمر الاخير. فاعتقادك ما مرض شنو هي الاسباب الموضوعيه الحقيقيه اللي خلات هذا التاخير في اختيار الزعيم، هذا النقاش وهذا التقاطب؟ لماذا؟ ما هو السبب في رايك؟ لا، هو السبب واضح ولم يشهد للعالم ان عاش الحراك الذي عاشه منذ سنتين، خصوصا العالم العربي، اوروبا، امريكا. العالم يتحرك اليوم كاين شباب نشيط، شباب توق الى التغيير داخل حزب الاستقلال. لا، في الان تهضر على العالم محيطنا وعاد تجيب حزب الاستقلال. حزب الاستقلال ماشي خارج التاريخ. حزب الاستقلال اللي تعيش مرحله اللي هي مرحله دقيقه من حياتنا. الاحتقان الاجتماعي اللي تعيشوه اليوم هذا مساله لابد ما نركزوا عليها. اذا نحن في حاجه الى كاريزما والى شخصيه اللي غيمكن لها تقود الان واحد الحوار اجتماعي حقيقي، ويكون واحد التعامل داخل الحكومه متكافئ ما بين كل الاحزاب المشاركه في الحكومه، تقويه الدور الوزراء الاستقلاليين داخل الحكومه. الوزراء الاستقلاليين يجب ان ينصتوا الى الاستقلاليين والى الشعب المغربي عبر لقاءات جهويه واقليميه، وياخذوا نصيحه المجلس الوطني ويقدموا الحساب الى المجلس الوطني. اذا هذه المرحله شو تتطلب الديمقراطيه الداخليه، تتطلب برنامج فيه راي اخر، والناس هي اللي يجب ان تختار ما بين البرامج عوض الاشخاص. الاشخاص فين تيكون الدور ديالهم؟ هو في تنفيذ هذه البرامج وقدرتهم على تنفيذها. اذا كل واحد مرشح الا وعنده واحد التجربه معينه في ميدان معين، هذه التجربه اللي الان الاستقلاليين هما اللي تيمكن له. واش لا تعتقد ان بحريه يوم ان شاء الله 22 سبتمبر في اول لقاء للمجلس الوطني حزب الاستقلال. ذات السياق استاذ حميد، هناك بزاف ديال المحللين الاستراتيجيين كيقولوا بان حميد شباط اقصى ما يمكن يوصل اليه هو رئاسه ديال المجلس الوطني، واش يمكننا نشوفوا هذا السيناريو؟ لا، هو حميد شباط انا ماشي مساله ديال شخص، مساله ديال فكر اولا، ومساله ديال برنامج. اذا الاستقلاليين هما اللي تيقرروا حميد شباط شنو هو موقعه، واش موقعه امين عام وقادر على تدبير المرحله، لان الاستقلاليين يعانون في الاقاليم، والحزب الاستقلالي ليس هو المركز العام باب الحد بالرباط. حزب الاستقلال هو المناطق النائيه، هو الشعب بكل فئاته، فقيره وغنيه، شاب وشيخ، امراه ورجل، بكل فئاته. ولكن ظل الحزب في واحد السنوات مقتصر على المركز. اليوم خصنا ننتقلوا الى الاقاليم. حميد شباط عنده هذه القدره وهذه التجربه اللي اكتسبها عن طريق العمل النقابي، لان المؤتمر كان في 2009. من 2009 للان الاتحاد العام للشغالين تحول من نقابه الصراع الى نقابه مواطنه، تحول الى مؤسسه، حيث ميزانيه اليوم الاتحاد العام يدرسها المجلس العام. المقرات الان اللي اقتنيناها الاتحاد العام للشغالين
هي محفظة في اسم كل أعضاء المجلس العام، بحيث لا يمكن غدا لأي كاتب عام تحمل المسؤولية داخل نقابة الاتحاد العام أن يتصرف في عقار من عقارات النقابة. هذا شيء مهم. إذا هذه التجربة علي أن أنقلها وبكل أمانة إلى حزب الاستقلال، بحيث اليوم المقر المركزي ليس في اسم حزب الاستقلال. مقرات اللي اندثرت في طنجة، في أصيلة، في الشمال، في الجنوب، لأنها لم تسوى وضعيتها. إذا هذا مقرات وهذه الممتلكات حميد صباط تشوف أنه استطاع باش يتمنها وباش تكون عندها واحد المردودية لصالح الحزب وتكون في اسم حزب الاستقلال عن طريق المؤسسة اللي هي مؤسسة اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني. رئاسة المجلس الوطني هذا منصب مهم جديد في الحزب ولكن مهم، والنظام الداخلي اللي غيصادق عليه المجلس الوطني هو اللي غادي يحدد الاختصاصات. انا تنشوف انه هو البرلمان الحقيقي لحزب الاستقلال، هو الذي يجب ان تكون داخله لجنه الترشيحات، وخصوصا في كل المسؤوليات الكبرى، الوظائف الساميه من وزراء، مؤسسات عموميه ودواوين وما الى ذلك، عليها داخل المكتب التنفيذي حزب الاستقلال، وتجنب حزب الاستقلال ويلات الصراع للزعامه. هذا من جهه. من جهه لا هذه لا بد ما نخليهاش تسمر. اليوم حزب الاستقلال تعيش مرحله تاريخيه، ميلاد حزب جديد قوي بديمقراطيه حقيقيه. اليوم حميد صباط ربح المعركه الاولى اليوم بعد قرار اللجنه التنفيذيه ان الالتجاء الى صناديق الاقتراع. هذا شيء مهم والتاريخ يصنع من جديد، ولهذا هذه شيء مهم. حميد صباط ما خلقش الصراع، بالعكس خلق الوحده ديال الحزب والتضامن ديال الحزب، وحزب قوي بواحد الناس اللي عندهم مبادئ وعندهم افكار وعندهم غيره على حزب الاستقلال، لان انتهى وقت الريع السياسي الى الابد داخل حزب الاستقلال. اللي عنده كفاءه، عنده مقدوره، عنده اتصال، حقق نتائج، اهلا وسهلا. اللي مازال تعيش على الاقتصاد ولا سياسه الاقتصاد السياسي تخصو يبدل ويغير هذا التوجه ديالو ويصبح رجل فاعل داخل حزب الاستقلال. حميد صباط في 2009 داخل الاتحاد العام الشغالين كانوا جوج ديال الفروق متناحره وتتقاتل، ولكن لما تحمل مسؤوليه كاتب عام جمع ما بين الاخوه كلهم وصبحوا اليوم يشتغلون بفكره واحده هي مؤسسه الاتحاد العام الشغالين. المصلحه العامه تطغى على المصلحه الشخصيه. داخل الحزب كذلك حميد صباط مستعد لتجميع كل القوى الحيه داخل حزب الاستقلال، ولكن مع العنايه بالاقاليم بالجهات. اخر نقطه في المغرب خصنا نعناو بها كحزب. سي حميد على ذكر هذا هو المبتغى، على ذكر الفكر والمنهج. هناك من يتهم ان اطاحتكم لزعيمين نقابيين اللي هما السي الفيلالي والسي الاندلسي، وان هناك من يقول باستيلائكم على النقابه بنفس المنهج ونفس الفكر. يتهمكم الخصوم بانها هي استراتيجيه للاستيلاء على زعامه حزب الاستقلال لحفاظ على مصالحكم الذاتيه والشخصيه والعائليه. كيف ترد على هذا؟ لا فيما يخص هاد الناس اولا ضعاف الفكر عندهم الذاكره ضعيفه جدا. انا حميد صباط تحمل مسؤوليه الكاتب العام عن طريق مؤتمر وطني 29-30 يناير 2009 عن طريق الديمقراطيه. الحضور كان 6500 مؤتمر من كل الاقاليم. اذا حميد صباط لما تطبق الديمقراطيه وخصوصا الديمقراطيه الداخليه داخل الاحزاب اللي ناضلنا من اجلها كحزب منذ 80 سنه. حزب الاستقلال قدم الشهداء، قدم المعتقلين. دماء الشهداء لا زالت في امانه في عنقنا كاستقلاليين من اجل الحريه ومن اجل الديمقراطيه ومن اجل حقوق الانسان. لا يمكن لهذا الحزب ان لا يطبق الديمقراطيه الداخليه داخله. هذا شيء مرفوض. اذا اليوم ما هو مطلب حميد صباط؟ ليس الاستيلاء ولا الانقلاب، الديمقراطيه الداخليه. واذا كانت الديمقراطيه الداخليه استيلاء هذا موضوع يناقش ومطروح للنقاش، وحميد صباط مستعد لمناقشته. احنا اللي تنطلبوه هي الديمقراطيه الداخليه، وعن طريق صناديق الاقتراع، صناديق شفافه، عن طريق البطاقه الالكترونيه، تحديد اللائحه ديال اعضاء المجلس الوطني اللي هما تيمثلوا كل الاقاليم وكل الهيئات التابعه لحزب الاستقلال. اذا قوه حميد صباط
هي في الديمقراطيه. اذا كان حميد شابات يصل الى المناصب عن طريق الديمقراطيه كما وصل اليها استاذ اسمح لي لك مدينه فاس وداخل النقابه والبرلمان عن طريق التعيين، وهذه هي قوه عائله حميد شابات. استاذ حميد، ما رايك في الكلام ديال الصحفي الكبير خالد الجمعي انه قال بانه حميد شابات هذه الخرجات ديالو غادي يطحنوا؟ لا، السي خالد الجميع اولا تنحترمو لانه كان عضو الجاثفي ديال حزب الاستقلال، كان مسؤول على الشبيبه الاستقلاليه، وتنعتبروا من الاطر اللي تمت المؤامره عليها داخل الحزب مع كامل الاسف، واللي تم ابعادها نظرا لافكاره اللي كانت متطوره في وقت معين، وتاسفنا على ذلك. وهناك عده اطر وخصوصا من ابناء الشعب لأن لما تقول رأيك لا بد من السيوف تتسلط عليك، لأن هذه عائلة متجدرة في المسؤوليات في المناصب وتاريخ ديال 80 سنة. ربما الأستاذ حميد شابات اليوم اللي ماشي اليوم عاد غادي يناضل أو عاد يكافح. حميد شابات راه كان يمكن يكون عنده حكم الإعدام في الإضراب 14 دجنبر 1990. دوما خديت انا البراءه ديالي حتى 96، يعني بعد 6 سنوات ديال المحاكم وقضيه التحقيق وما الى ذلك، وما توصلت بالبطاقه الوطنيه ديالي كمواطن مغربي حتى 1999 وانا برلماني وانا رئيس جماعه انذاك. اذا حميد شابات ناضل وكافح داخل الحركه النقابيه داخل الحزب، ولا تمشي دائما البيت الشعري اللي داخل نشيد الحزب لا نرغب ولا نرهب كيد الاعادي. اذا هاد الاعادي اللي تيروجوا لمثل هذا الكلام واستخالات يعرفوا يعي ما يقول، لان هاد الناس يديروا المكائد وداروها قبل راه تقريبا سنه. هاد الناس اللي تيطلقوا هذا الكلام اللي هما دائما متشبتين بقياده الحزب عن طريق اولا خلق الفتن، المكائد، تفرقه ما بين الناس، واشاعات، دعايات. كل ما شافوا شي انسان كيفما كان انه عنده واحد النوع ديال الشعبيه الا تيحاولوا انه يقلصوا له بهذه الشعبيه عن طريق هذه الاشاعات. اذا حميد شابات مستعد ان يضحي بنفسه وبعائلته من اجل تصحيح الاوضاع داخل حزب الاستقلال. استاذ، في نفس الاطار الله يجازيك بخير، في حاله انتم الان زعيم نقابي، في حاله ما اذا تم اختيارك سميتو كامين عام للحزب الاستقلال ونتمنى التوفيق ان شاء الله، هل سوف تقوم بتقديم الاستقاله ديالك بالعمل النقابي في حاله انك استمريت في العمل النقابي لان هذا من حقك المنتخب؟ واش غادي تقدر توفق ما بين العمل النقابي كزعيم نقابي والعمل السياسي كزعيم ديال حزب تاريخي، حزب ديال الاستقلال اللي يشهد له الجميع بالمواقف ديالو؟ وفي حاله الاستمرار ديالك وجاوبت بنعم انك ممكن توفق ما بين العمل السياسي والعمل النقابي، الا ترى انه هناك خلط ما بين السلطات وما بين المهام، وحنا اللي كندعيو في هذه الفتره هذه انه تفرق ما بين السلطات وما بين المهام؟ لا استعد واحد الفاسف في عدد اليوم ديال امس ديال اخبار اليوم. لا، واحد الفاسف اول ما سمع انه ترشيحي طرح سؤال واش ما كاينش هناك تنافي. من الناحيه القانونيه ليس هناك تنافي، ولكن اخلاقيا ومبدئيا ونظرا لاننا خصنا نتفرغ للعمل الحزبي، لان هناك اوراش كبرى اليوم يجب ان تنطلق داخل حزب الاستقلال. حميد شابات راه في تصريحاته كلها اليوم قرر مؤتمر استثنائي لنقابه الاتحاد العام للشغالين باش نوجدوا الخلف. اليوم عندنا نقاش داخل المكتب التنفيذي وبعد اجتماع ديال المجلس العام اللي هو ممثل بكل الاقاليم حول تدبير المرحله. اذا حنا بالنسبه لنا حميد شابات امين عام يعني امين عام، ولا بد من ايجاد كاتب عام اللي غادي يقود نقابه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وجود حميد شابات على راس الحزب سيقوي الحركه النقابيه، سيقوي الحركه الشبابيه، سيقوي الحركه النسائيه داخل الحزب، وسيقوي الفروع والدوائر ومؤسسات المفتشين اللي هي واحد المؤسسه اللي حافظت منذ الاستقلال اليوم على وحده الحزب، واللي غنوفروا لها الاليات باش يمكن لها تشتغل معنويه، اليات من ناحيه المقرات، من ناحيه النقل، ومن ناحيه ديال حتى الاجور ديالهم تكون اجور اللي تحميهم من اي انزلاق، واللي الاجور ديالهم اللي غتكون واحد الوسيله باش غيمكن لهم يتجولوا يعقدوا لقاءات ندوات في الاقاليم ديالهم. اذا هذا واحد البرنامج اللي هو كبير وطموح،
وما يمكنش حميد شابط يكون في النقابه ويكون امين عام لحزب الاستقلال. هذا مرفوض رفضا قاطعا وغير مقبول اخلاقيا، رغم ان القانون ما فيش يجوز، ولكن من ناحيه ديال التدبير ديال الحزب في حزب الاستقلال هو اللي تيطلب واحد القياده منسجمه، واللي خصنا لابد نكبوا كاستقلاليين باش نختاروا عن طريق الديمقراطيه وعن طريق صناديق الاقتراع واحد النخبه اللي تتغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، وتكون لجنه تنفيذيه كذلك اللي تتعمل بعمل جماعي. هذا المهم، الامر اللي ما كانش. لما تتحطوا السؤال وتتقولوا علاش هذا الشيء ما نفتيش وتعاودوا لجنه تنفيذيه، هذا كان مستحيل تنفيذه، لان الراس المدبر هو الامين العام لحزب الاستقلال. اذا لما تكون امين عام مقتنع وحامل افكار ديال التغيير وديال العمل الجماعي ومتشبع بها، راه غنزيدوا الى الامام. لما تيكون امين عام اللي غير متشبع بالعمل الجماعي وبوحده الحزب وبقوته، لان نعطيكم مثال وشنو هو الفرق ما بيننا وبين الاخر. حنا وليدات الشعب قوتنا في قوه حزب الاستقلال، الاخرين قوتهم في ضعف حزب الاستقلال. كل ما كان حزب الاستقلال ضعيفا كلما كانوا اقوياء، ولكن احنا وليدات الشعب قوتنا في قوه حزب الاستقلال. استاذ سمح لي لا نملك الا قوه الشعب واللي هي داخل استاذ الى جات الديمقراطيه داخل حزب الاستقلال. حالة ان انت كطالب الديمقراطيه والديمقراطيه اللي جات عند واحد الفاسي، شنو يكون الموقف ديالكم؟ لا، غادي يكون الموقف ذاك الساعه موقف ديال الوطنيه، موقف ديال الانسان اللي نجح لانه كانت الديمقراطيه. اولا النجاح الاول حميد شابط ورفاقه هو تكون الديمقراطيه الداخل. نجاح السي عبد الواحد الفاسي او اي انسان كان داخل الحزب عن طريق الديمقراطيه غادي ينتهي ذاك الكلام اللي كان حول التوريث وحول العائله وحول بزاف الامور اللي هي الان الشارع المغربي ينبذها، ولكن عن طريق صناديق الاقتراع غادي نحيي الاخ عبد الواحد الفاسي واشتغل بنفس القوه اللي غادي يشتغل بها وانا امين عام داخل حزب الاستقلال، لأن رجل ديمقراطي وطبعي ديمقراطي منذ الصغر إلي. حميد مازال معك جوج ديال الأسئلة. قدمتي ترشيحك بناء على التهريس النمطية ديال التوريث باسم العائلة. السي الفاسي يرد في حوار 17 يوليو مع جريدة أخبار اليوم أن لو كان التوريث سيكون بعد وفاة الزعيم علي الفاسي في 74. ثم عبد الواحد الفاسي يقول بأن أنصار شباط فئتين، فئة تحمل فكرا مدمرا وفئة تبع جلالة بالنفخ. كيف ترد في هذا الاتجاه على هذا؟ واش ما كانش من الافضل ان كما راجع في المؤتمر على التوافق على شخصيه توافقيه بعيده عن اسم العائله وبعيده عن انصار حميد شابط لتجنب حزب الاستقلال ويلات هذا الصراع اللي المحتدم الان؟ لا، وموعدنا يوم ان شاء الله الاحد المقبل اللي هو 12 غشت بمسرح محمد السادس بمدينه الدار البيضاء. هذا الاجتماع اللي هو مخصص لاعضاء المجلس الوطني والمسؤولين الاقليميين داخل حزب الاستقلال، واللي غتلاحظ فيه من هم انصار حميد شابط. ولما تنقول ماشي هذو انصار حميد شابط، هذو انصار الديمقراطيه الداخليه، انصار الانتقال من التوريث الى الشرعيه الديمقراطيه. اذا الناس تتكلم على شي شرعيه تاريخيه وما الى ذلك. التاريخ راه تيصف المغاربه كلهم، المقاومه واعضاء جيش التحرير كانوا في الريف، كانوا في الصحراء، كانوا في الاطلس، كانوا في الشمال، كانوا في الجنوب. اذا المغاربه كلهم ناضلوا من اجل تحرير هذا الوطن ومن اجل الحريه ومن اجل العداله الاجتماعيه. يعني هذا لا بد يجب ان نسجله. انا متاسف الحوار ديال السي عبد الواحد الفاسي، والحمد لله اللي تكلم قبل لا قدر الله مثلا ديك اقتراع انها تعطينا امين عام في حجم السي عبد الواحد الفاسي، لان كلامه في جريده اخبار اليوم يدل على المستوى ديال الانسان اللي غيتحمل مسؤوليه الامانه العامه. هو قذف الجميع وسب الجميع وشتم حتى في الهويه المغاربه وفي التنوع الثقافي للمغاربه وفي كل نقطه حساسه الا وكان رد الفعل ديالو سلبي وتنطبق عليه ذاك المقوله سكت الفا ونطق خلفا.
اذا بالنسبه للسي عبد الواحد مشكلته، وانا عمري ما شفت سي عبد الواحد الفاسي في التلفزيون، عمري ما شفتو في شي جريده، في شي مقاله، في شي استجواب لمده اليوم في سنه 65 سنه. ما عمري شفت وسائل الاعلام تتحدث عن عبد الواحد الفاسي او تواصله مع الاعلام. الخرجه الاولى سقط فيها السي عبد الواحد الفاسي. اذا لما تسب انت مؤسسه مثل الشبيبه الاستقلاليه وتقول لماذا تساند حميد شباب، وكون واحد المجلس وطني من الناس خارج الشبيبه وحتى السن ديالو تعدى 40 سنه باش يقول انا غادير التغيير داخل الشبيبه، يعني لا يعرف حتى قوانين الحزب. اليوم تنصب ما يمكنش الانسان يكون في المكتب الشبيبه الاستقلاليه الا كان السن ديالو قل من 40 سنه. اذا جمع الناس 45 جمع فيها ناس راهم اليوم مع البام ومع احزاب اخرى في الانتخابات الاخيره وحاضرين في الاجتماع ديالو ديال الدار البيضاء فين قبل مع هذا التصريح اللي هما اللي متبنيين الفكره ديال التصحيح داخل الشبيبه. الناس اللي راهم في احزاب اخرى اليوم وبطائقهم وما الى ذلك. ثانيا لما تهضر على الفكر المدمر، انا تقول السي عبد الواحد الفاسي ومنظمه المراه الاستقلاليه كل تجمعات السي عبد الواحد هي التي تتكلم وتعلن انها تساند الاخ عبد الواحد الفاسي، وانا علاقتي طيبه مع منظمه المراه الاستقلاليه واحترمها على شجاعتها واتخاذ هذا الموقف. لم اعارضها ولم اقل فيها كلاما غير الكلام الطيب. كذلك بعض اعضاء اللجنه التنفيذيه ما عنديلاش نقول اسمائهم معروفين اللي تكلموا في الاجتماع ديال الاخ عبد الواحد الفاسي بمدينه الدار البيضاء وحددوا المسانده ديالهم للسي عبد الواحد الفاسي. اصدقائي وتلتقي بهم، عمري ما كان عندي شي نقد لاذع للاخوان اعضاء اللجنه التنفيذيه اللي هم 4 اللي تيساندوا السي عبد الواحد الفاسي وعلانيه. عمري ما سبيت شي مفتش الحزب اللي هما هاد المفتشين هما امتداد اعضاء اللجنه التنفيذيه ككل القياده ديال الحزب تيشتغلوا مع السي عبد الواحد الفاسي، هما اللي تيقدموا فيهم احد الاخوان اللي عنده التفرغ النقابي يعطيه له حميد شباط نقابه حميد شباط ويشتغل الى جانب عبد الواحد الفاسي هو الذي يقوم باخبار الناس واعلامهم وما الى ذلك. عمري ما خديت فيه شي قرار مغاير. السي بن علا راه في مدينه الدار البيضاء اللي هو مفتش الحزب هو اللي تيدير التقديم للسي عبد الواحد وهو يتكلم باسمه، ولكن لا هو في النقابه ديال التعليم بطبيعه الحال باش عنده التفرغ. اذا حنا بالنسبه لنا تنعتبروا الاستقلاليين وحميد شباط شخصيا تيعتبر الاستقلاليين كلهم ناس وطنيين واستقلاليين حقيقيين، في حين السي عبد الواحد يصنف هذا استقلالي حقيقي وهذا غير حقيقي. انتماؤك الى العائله والى المحيط يجعلك استقلاليا حقيقيا. انتماؤك الى الاحياء الشعبيه او الى الشعب او الى الاقاليم يحرم عليك الانتماء الى الاستقلاليين الحقيقيين من طرف السي عبد الواحد الفاسي. اذا هذا شيء لا نقبله. السي عبد الواحد الفاسي كذلك في هذه الجريده قال انا اذا رصبت في الوصول الى الامانه العامه عن طريق صناديق الاقتراع ساذهب الى حال سبيلي. جوابي كان واضح في اللجنه التنفيذيه مع السي عبد الواحد الفاسي، قلت له اذا انت لست استقلاليا حقيقيا يا اخي، كيفاش غتكون امين عام وما تكونش داخل حزب الاستقلال؟ يعني انتم غير تكونوا في القياده والنهار اللي تخلقوا نوجدوا لكم المنصب في المسؤوليات الكبيره ونوجدوا لكم منصب في القياده العامه لحزب الاستقلال ومنصب وزير وهذا الشعب مسكين. وقلتها له، قلت له السي عبد الواحد عمرك انت ما بطلتي، عمرك ما جيتي اعتصمتي. ولهذا اذا حنا اليوم واحد التغيير وقع في العالم. اليوم الشعب تيفرض راسه، الاستقلاليون يقررون مصيرهم عن طريق المجلس الوطني وعن طريق انتخاب الامين العام المقبل. المعركه ستحسم في 22 سبتمبر ان شاء الله. شنو هما اهم العناصر اللي يحسموا المعركه الديمقراطيه في هذا التنافس على الزعامه ديال الحزب؟ كاين اعضاء المجلس الوطني ومفتشين اعضاء المجلس الوطني، مفتشين هم اعضاء المجلس الوطني. هل سيتم تحيين اللائحه ديال اعضاء المجلس الوطني وعلى اي معايير ستحين؟ ثم في حاله الى فاز السي حميد شباط بالامانه العامه، هذا غيكون اخر سؤال، نتمنى يكون اخر سؤال. شنو هو ماذا سيحمل حميد شباط من جديد لحزب الاستقلال؟ هو فيما يخص لائحه اعضاء المجلس الوطني، لائحه اللي اليوم يتم تحيينها. اليوم كاين اجتماع، اليوم كاين اجتماع. اولا المعايير موضوعيه وهما الاخوان اللي تم انتخابهم في الاقاليم ديالهم وهناك محاضر. كاين بعض الاخوه اللي تم اضافتهم اللي ما تحلفهمش ضد الحظ في الاقاليم ديالهم عن طريق الديمقراطيه وتم اضافتهم عن طريق الفريق ديال السي عبد الواحد الفاسي. طعون في هذا الباب؟ لا بطبيعه الحال الطعون قدمناها واللجنه التنفيذيه استجابت لذلك.
ما عنديش نضيف نقول بعض الاسماء، خصوصا بعض الاسماء اللي هي في المحيط الصغير العائله. وانا حميد شباط اللي تفتخر هو انتماء العائله الكبيره الاستقلاليه والشعب المغربي. اما العائله الصغيره اظن انه التاريخ يجعلها انها تبقى ضمن العائله الكبيره، وما الشخص يكون عنده نصف الاصوات وعاد نزيد نبداو في الحمل. اذا نصف الاصوات وعاد نزيد نبداو، حنا يكون عندنا صفر، هذا الشيء غير ممكن في الزمن الحالي. حميد شباط قيمه مضافه لحزب الاستقلال، واي مسؤول داخل الحزب او خارج الحزب اللي يرى عكس ذلك اظن انه غلط، لان التجربه السياسيه، التجربه النقابيه، تجربه تدبير الشأن العام، العلاقه حميد شباط مع الاعلام، التواصل اليومي عن طريق المواقع الالكترونيه، اذا هذا تيجعل حميد شباط اللي غادي يكون رجل المرحله بامتياز. والتجربه اللي اكتسبها في كل هذه المجالات هي اللي غادي تقدمها بالمجان خدمه لحزب الاستقلال من الناحيات الاجتماعيه، الثقافيه، الفكريه اللي بانين عليها برنامجنا. وكذلك حميد شباط غادي يكون واحد المظله كبيره لكل الاستقلاليين وللطبقات الشعبيه في بلادنا من اجل حمايتها من الانتقائيه، ومن اجل حمايتها كذلك عن طريق لجان خبراء اللي غادي يتبعوا العمل ديال المنتخبين في الجماعات المحليه، في الجهات، في المجالس الاقليميه، وكذلك في الفريق البرلماني اللي تنعتز به، اللي واحد الفريق برلماني قوي لا في الغرفه الاولى وفي الغرفه الثانيه، ولكن خصنا ندعموهم باطر كفء في جميع المجالات باش يلعبوا الدور الاساسي اللي هو خولهم الدستور المغربي الحالي باش يلعبوه، لان البرلمان هو الان الوحيد اللي غيمكن له يشرع. بلا خصنا لجان اللي غتدعم هذه الاعمال كلها. كذلك حميد شباط غيكون في الانصات لكل الاستقلاليين، وغادي يخلق واحد المركز استقبال داخل مدينه الرباط باستقبال الشكايات ديال كل الاقاليم وكل الجهات وكل الفروع، وتكون الاجابه عليها عن طريق واحد الفريق شاب اللي يكون قادر على العمل، وما تبقاش هذه المحسوبيه وقطع العهد مع المحسوبيه والزبونيه والعائليه فيما يخص كل المناصب، وتكون الكفاءه هي اللي حاضره عن طريق لجنه اللي تكون خاصه بالترشيحات لكل هذه المناصب. اذا حميد شباط غادي يكون راهن اشارات كل الاستقلاليين، لا اللي تيساند اليوم السي عبد الواحد ولا اللي تيساند اي مرشح اخر، وغادي يكون كذلك في الانصات للجميع ومن خلال الاستقلاليين للشعب المغربي ان شاء الله. وغادي يقوي العمل الحكومي اليوم، لان هذه الحكومه يجب ان تنجح، والتجربه اذا فشلت لا قدر الله سيعود المغرب الى ما قبل دستور 2011 لا قدر الله. وفي الختام لابد ما نشكر الموقع ديال هبه بريس اللي دائما مع الراي والراي الاخر على تحليلهم الواقعي وعلى تتبعهم لمؤتمر الحزب. وهذه هي القوه الان اللي غيخرج منها حزب الاستقلاليه، انه خلق واحد الحراك، واحد الحوار داخل وسائل الاعلام ومن خلالهم الشعب المغربي. مثلا لما تنتجول في اي مدينه من المدن او في اي قريه، الا تيكون المواطن غير منتمي لحزب الاستقلال، ولكن في يلاه يقول السلام عليكم تقول لك اياك ان تتنازل، سير في طريقك والنصر سيحك. شكرا. نشكر السيد حميد شباط على